صنع بفخر في مصر مش كفايه. يعني ايه؟ يعني مش عشان حضرتك كاتب لي ميد ان ايجيبت صنع بفخر في مصر انا هشتري منتجك. لازم تبقى فاهم الموضوع ده. فكره ميد ان ايجيبت وان انت منتج وطني دي ما هي الا انها بتدي لك فرصه ان العميل يجرب المنتج بتاعك. بس لو المنتج بتاعك جودته غير جيده خصوصا في مجال الاكل والشرب محدش هيشتري منك تاني. والله لما تكتب لي ميد ان ايه حتى ما انا مش هشتري حاجه وحشه. في نفس الوقت لو انت متخيل ان المقاطعه دي فرصه بقى ان انت تعلي سعرك وتعوض خسائرك، انت هتطلع بره السوق. ما هو يا اما منتج مصري تاني يجي ياخد مكانك، يا اما الناس تقول لك وادي يا عم المقاطعه بتاعتك، وهتلاقي نفسك ضاعت منك الفرصه. انت عندك دلوقتي فرصه ذهبيه ان انت تقدر تنتشر. قلت قبل كده ده وقت بتاع انتشار مش وقت بتاع تعويض خسائر وتعظيم ربحيه. انتشر، حسن جودتك، حسن منتجك، وحاول ان انت تبقى موجود في كل حته في السوق. ولو حسيت ان بتوع المحلات الريتيل نفسهم تجار التجزئه بيبيعوا باكتر من السعر اللي انت عايز تبيع بيه، حط سعرك على العلبه بتاعتك او على العبوه. اكتب انت عايز المستهلك يشتريها ب 8 جنيه، اكتب عليها عرض خاص حتى يا رب ب 8 جنيه. اتصرف، ما تسيبهاش للناس دي تضيع لك سوقك. من الاخر الفرصه دي لو راحت يبقى سلم لي على المام.